يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا لي لايك واشتراك وصلوا على النبي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. هنعمل وصفه جميله جدا جدا، هتلغي اللحمه خالص وهتاكليها. يلا نصلي على النبي ونحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها. ويلا بينا. معايا هنا بتنجانتين، 2 عدد بتنجان. تمام. تنجي البتنجان اللي هي الخفيفه. خلاص هنحوش كده. طيب عايزه بالنسبه للجشر، عايزه تحشيها كلها الجشر مفيش اي مشكله، مش عايزه عادي براحتك خالص. عايزه تعمليها زيي يعني واحده ثمره واحده بيضه مفيش مشكله. خلاص انا خلصتهم كده. هنقطعهم كده يعني مربعات، يعني صغيرين مكعبات. ولا اما عندك خيارين، لا اما يعني تحمرين في الزيت، لا اما تحطيهم في الغلايه في الاير فراير بتاعك. ده وده ماشي مفيش اي مشكله خالص. بسم الله ما شاء الله. عملت اهو الاتنين بتنجان. بسم الله ما شاء الله. صلى على رسول الله، وحطوا لي لايك والاشتراك ودعوه حلوه منكم، جزاكم الله كل خير. دعموني كده باللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. طيب معايا هنا 2 فص ثوم، 2 أو 3 على حسب، بس انا معايا الفصين الثوم دول كبار يعني. طيب واحده شطه معايا زي ما انت شايفه كده، نهرسهم كده بايدك عادي يدويا. مش عايزه تحط الشطه مفيش اي مشكله خالص، ولكن البتنجان حبيب الشطه. طيب هنجيب هنا طاسه على طاسه، وهنحط فيها شويه زيت، وهنحط فيها عليها كده الثوم والفلفل اللي انا كنت عاملاه. طيب هنجيب معلقه صلصه. امشي بس على الخطوات هتاكلي يعني بصي طبق بتنجان الله اكبر لا يعلى عليه. معايا هنا معلقه من الطحينه، معلقه كبيره. معايا هنا معلقه من الفول السوداني، معجون الفول السوداني. طيب انا ما عنديش يا ام ياسمين فول سوداني مفيش اي مشكله. معجون سمسم مطحون. تمام. سمسم كده مطحون. معجون بتجيبيه من هايبر مفيش اي مشكله، بيبقى حلو بيديكي نفس النتيجه. طب هو لازم عشان يديكي نفس الطعم اللي بيعملوه في السودان. زي ما انت شايفه كده هنقلب، طبعا هنملحه بملح، ولو في توم بودره مفيش مشكله، مفيش عادي. شويه فلفل ابيض حاجه بسيطه، شويه زعتر، ونحط شويه ميه ونقلبهم كده ونرفعهم على النار. زي ما انت شايفه كده يا دوبك توجبك كده من حواليها. خلاص لو شايفاه تقيل خالص، تقيل جوي جوي، تحطي شويه ميه. نكون جايبين البتنجان بتاعنا اللي احنا حمرناه. ايوه كده. عايزه تحوشي الاسود القشره السوداء مفيش اي مشكله. زي ما انت شايفه كده نقلبها ونهرسها كمان. هتهرسيها جوي جوي زي ما انت شايفه كده. بسم الله ما شاء الله. طبق بصي هتسيبي اللحمه وتسيبي الفراخ، والله العظيم لو عاملاه جنب لحوم او فراخ هتسيبي اللحمه والفراخ وهتاكليه كمان. ما شاء الله. الله يحسن ما بين ايديكم يا رب. شايفين لونه عامل ازاي؟ نفضيه طبعا. بسم الله ما شاء الله. ايوه كده. جرنش بقى بيه شويه فوق كده، شويه شطه، شويه بقدونس اللي انت عايزاه. اهم حاجه الشطه ما تنساهاش لازم يكون في لسعه شطه. طبعا انا خلصت كده الوصفه بتاعتي، وكان جنبيها كنت عامله تونه. تمام. وبطاطس وكده. تمام جو. خلصت الفيديو. اشوفك على خير. مع السلامه. تنسيش اللايك والاشتراك. في امان الله.